السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتكم قناة ساعة بساعة. ياسين عدلي وبعد الانتقادات التي تلقاها وبعد الصدمة الكبيرة التي تلقاها أيضا بعدم استدعائه للمنتخب الفرنسي الأول أو الأولمبي، حيث أنه تلقى صدمة كبيرة بعد استبعاده من المنتخبين ومن المشاركة في الدورتين الأولمبية والأوروبية. ياسين عدلي الآن يخرج عن صمته ويقول هذا التصريح الذي قاله اليوم لصحيفة الخيل الإيطالية، حيث أنه قال: أنا أصولي جزائرية وأحلم بتمثيل أو أحلم بلعب كأس العالم، وسوف أكون فخورا إذا تم استدعائي إلى منتخب بلدي، وسوف أكون فخورا بتمثيل منتخب بلدي. وأضاف على ذلك ياسين عدلي بقوله: أنا لم يفهمني الجمهور حين قلت أنه أنا أريد اللعب في المستوى العالي، حيث أنني كنت أقصد المستوى العالي، أقصد الأندية الكبيرة ولم أقصد المنتخب. والكثير انتقدني لأنه ظن أنني اخترت المنتخب الفرنسي، لكن الجزائريين لم تنطلي عليهم هذه الحيلة وهذه الأقاويل التي تصدر عن لاعب تم استبعاده من المنتخب الفرنسي الأولمبي والأول، ويريد الآن استعطاف الجمهور الجزائري والمنتخب الوطني حتى يتم الالتحاق به. لكن هيهات إخواني، لا تنسوا الانضمام للقناة ومتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.